السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض صينية مكرونة بالبشاميل جميلة بقى، كلها صوص مغرقها كده وحاجة تحفة. جربوها معايا، قولوا رأيكم ايه. شايفين ما شاء الله الصينية بعد ما طلعت جرب ما شاء الله كلها بقى صوص ولحمة مفرومة وحاجة بقى جميلة. بألف هنا وشفا. خليكم معايا، وإن عجبك الفيديو اعملوا لايك واشتركوا معايا في القناة. طبعا هنا بقى جبنا البصل، نزلنا بالبصل طبعا، وحطينا عليه رشة ملح صغيرة كده، يعني عشان البصل يبقى مكرمل كده وطعمه حلو. وبعدين شوية نزلنا باللحمة، طبعا بعد ما فرمناها هنبتدي نقلب فيها شوية على نار عالية طبعا عشان ما تنزلش مية، بتاخد الصدمة بتاعتها. وبعدين بعد كده ايه بنكمل. هنا طبعا البهارات، ملح بفلفل، شطة، بابريكا، كزبرة ناشفة، ملح ابيض، بهارات لحمة، كل حاجة معلقة صغيرة. نحطهم كلهم على اللحمة بعد ما اديناها صدمة كده وغيرت لونها. وبعد كده بقى ايه بنجيب قرن فلفل حراق نقطعه ونحط ومعلقة كاتشب لو او صلصة، حسب يعني ايه، حسب ما انت بتحبي. طبعا هنا المكرونة مكرونة سبانخ اهي زي ما انتم شايفين. عملنا في الصينية ديت كيس ونص، ودوت طبعا كنور اللي هو خلطة البشاميل. طبعا جميلة جميلة جميلة، انا معتمداها بعملها في كل المكرونات، حاجة جميلة. جربوها، سهلة وجميلة، مش هتكلفكم حاجة. ودي المكرونة سلقناها وكده خلصنا اللحمة. هندخل بقى على البشاميل اهو. احنا كده غلينا اللبن، حطينا عليه طبعا شوية شوربة وعندك في التلاجة. وبعدين ننزل بقى بالبشاميل بكيس، كيس ونص بشاميل على كيلو ونص لبن وكيس شوربة، او حسب ما انت بتحبي. يعني انا بقولك على طبعا الريحة طالعة جميلة جميلة جميلة. انتوا ريحة الخلطة البشاميل بالشوربة باللبن، الريحة طالعة جميلة. البهارات طبعا اللي على البشاميل حاجة حلوة يعني. ماشي، ده احنا بقى طبعا نقعد نقلب كده، نقلب لعند ما تبقى سميكة، تبقى طبقة كده يعني زي المهلبية كده بس خفيفة يعني مش ماشي. وادي المكرونة اهي. هننزل بقى بالصوص كده شوية شوية على المكرونة، ونقلبه فيها. هننزل بالصوص كده يعني حاجة كويسة يعني، ونقعد نقلبه 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 لحد ما كل المكرونة تستفاد منه. خلاص كده قلبناها كلها في بعضها. طبعا هنا احنا قلبنا جزء كبير من الخلطة في المكرونة. طبعا جبنا الصينية ونزلنا طبعا بمعلقتين 3 كده في قعر الصينية عشان ما تلزقش. وهننزل بقى بالمكرونة ونحط بقى اللحمة في النص. خليكم معايا ده كويس في الصينية. خلاص كده خلصنا. هننزل باللحمة ونظبطها بقى كده في نص الصينية. كده نزلنا من نص الصينية.
يخلطوا كويس في الصينية ونظبطه وننزل بقى بالبشاميل عليه. لازم البشاميل نغطيها كلها. كده خلصنا خلاص. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، نسخنه قبلها طبعا بربع ساعة. وادي الصينية طلعت اهي ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة اوي. طبعا هي سخنة مش عارفة اقطعها دلوقتي، بس بقى ايه حاجة يعني مكرونة بشاميل بقى على اصولها، متغرقة طبعا بالصوص اهي. شوفوا بقى الطعامة، جربوها بقى، جميلة جدا. كلها بقى بشاميل كده وبهارات ولحمة مفرومة، جميلة بالهنا والشفا.